إذا نعود الآن للصور المباشرة التي تصلنا من صنعاء رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتضامنا مع الفلسطينيين. تشهد مدن يمنية عدة أيضا مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين منها الحديدة وتعز. هذه الصور مباشرة من صنعاء ويظهر فيها أعداد كبيرة من المشاركين فيها. يخرج اليوم في مسيرات مليونية ليؤكد على ما يلي: أولا، أهمية الاستمرار دون كلل ولا ملل ولا تراجع ولا انكسار في أنشطته الشعبية والرسمية والسياسية والإعلامية والتعبئة الجهادية، وبعملياته العسكرية المستمرة بكل الإمكانيات المتاحة. هذه المظاهرات التي تأتيكم من صنعاء، وليست صنعاء وحدها وإنما تنتشر في مدن أخرى في اليمن مثل الحديدة وتعز، وهي تخرج نصرة لأهالي غزة ومطالبة بوقف الحرب. إذن هذه جوانب من الأعداد الكبيرة التي خرجت اليوم الجمعة رغم الظروف الجوية، تساقط الأمطار، والتي قدر مراسلنا قبل قليل بأن الأعداد في أعداد عشرات الآلاف، ولكن طبعا لا نستطيع تقدير هذه الأعداد. الصور تظهر عدد كبير من المشاركين. أيضا ننوه بهذا الخبر نقلا عن شركة ميرسك للشحن البحري بأن هناك تعليق مؤقت لحجوزات الشحن بين الشرق والغرب عبر البحر الأحمر، وذلك بسبب تقلب الوضع كما ذكرت الشركة. في البحرين الأحمر والعربي، ولعل ما نشاهده الآن على الشاشة مرتبط بشكل كبير باعتبار أن جماعة أنصار الله الحوثيين هم انشنوا حملة على هذه السفن واستهدفوا عدد كبير منها، مصرين أن ما يتم استهدافه فقط السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التي تكون لها أي علاقة بإسرائيل. ونتابع معكم إذن هذه الصور، مظاهرات كبيرة رغم الأمطار التي تتساقط في صنعاء حاليا، ولكن هذا لا يمنع على ما يبدو المتظاهرين من الخروج نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، وليست قصرا على صنعاء وإنما تنتشر في مدن يمنية أخرى مثل الحديدة وتعز.